معظم الناس اللي كسبت الدورة اللي فاتت بتبدأ ان هي تشتغل تاني الدورة اللي جاية، مش واخدين بالهم او ما درسوش طب انا نجحت ليه الدورة اللي فاتت، طب ايه هي الاسباب اللي نجحتني علشان امسك فيها بايدي واسناني، بحيث ان انا الدورة الجاية ان شاء الله ربنا امرني اخد بالاسباب، فان شاء الله لما اخد بالاسباب افضل دايما في نجاح، في مكسب وخير ان شاء الله. اول سبب بيكون غالبا الكتكوت. مصدر ونوع الكتكوت اللي حضرتك اشتغلت عليه الدورة اللي فاتت ما دام كسبك اوعى تسيبه، لان الكتاكيت يا شباب عامله زي البطيخه، ما دام جبت كتكوت كسبك مره خليك في نفس الشركه دي، اسال واعرف من الشركه او الموزع الكتكوت ده نوعه ايه، شركته اسمها ايه، علشان تفضل ماشي معاه لحد اخر السنه او لحد ما القطيع ده يخلص. ندخل على السبب الثاني او النقطه الثانيه، حضرتك تكون مظبط حراره العنبر ومجهز دفاياتك بشكل كافي، خصوصا اول اسبوع، لان الاسبوع الاولاني يا شباب لو الكتكوت برد او حتى الحراره نزلت شويه عن اللازم في الاسبوع الاولاني، ده بيحول الفراخ البيضة التسمين اللي احنا شاريينها علشان نبيعها لحم لفراخ بلدي. لان الكتكوت الابيض لما بيبرد او الحراره بتنزل شويه عقله بيرسل رساله لجسمه ان احنا بدل ما هناكل ونطلع لحمه، لا احنا ندفي نفسنا الاول، يعني يبدا جسمه يطلع ريش الاول، فتتاخر بقى انت ايام بتتاخر ومصاريف بتصرفها وعلف بيتاكل لمجرد بس ان الكتكوت بيدفي نفسه، لان حضرتك مش مكفيه من الدفايات او مش مؤهل المكان كويس علشان يتدفى. ندخل على السبب الثالث او النقطه الثالثه اللي عايزين ناخد بالنا منها، وهي العلف. العلف السوبر لازم ما تتهاونش فيه، لازم تشتغل بعلف سوبر، البادي طبعا سوبر والنامي سوبر. وكمان لازم تاخد بالك ان صلاحيه العلف بالنسبه للفراخ البيضه المفروض ما تزيدش عن شهر، طبعا مكتوب على الشكاره 3 شهور وساعات 6 شهور يعني حسب الدوله اللي انت فيها، لكن عمليا على ارض الواقع العلف اللي يتاكل للفراخ البيضه المفروض انتاجه ما يزيدش عن شهر. بعد شهر تبص تلاقي فيه مشاكل ظهرت. تمام؟ طبعا انتاج الاسبوع ده افضل من انتاج الاسبوع اللي فات، يعني كل ما يكون صابح ويكون فريش كل ما تاخد او تحصل على نتيجه افضل ومعدل تحويل اعلى ومشاكل اقل ونافق اقل. وبكده يا شباب ندخل على السبب الرابع. وانت بتنزل الكتكوت حاول تسال وتصرف ولو 20 جنيه بس اتصالات، اعرف الكتكوت الاسبوع الجاي اسعاره في النازل ولا في الطالع، وشوف انت لما هتيجي تبيع الكتكوت ده لحم هيكون موسم كويس ولا لا. يعني قبل عيد الاضحى لما تطلع فراخ افضل ما تطلعها بعد عيد الاضحى، يعني اول 4-5 ايام من شهر رمضان افضل من نص رمضان، كذلك اخر 3-4 ايام في رمضان افضل من بعد العيد. يعني لازم تاخد بالك من النقط دي. لو هتكلف نفسك بس 20 جنيه اتصالات، ممكن لو هتوفر او هتكسب 2 جنيه في الكتكوت وانت بتربي مثلا في 10,000 كتكوت توفر معاك 20,000 جنيه لمجرد انك اتصلت ب 20 جنيه بس وسالت السوق وسالت الناس امتى السوق بيكون كويس. يعني بتشغل بالك بالنقطه دي شويه، يعني انت ما ينفعش تعزل نفسك وتربي وخلاص، لازم تاخد بالك من النقط اللي ممكن تزود مكسبك او تقلل مكسبك.